بسيط. الرئيس الامريكي ممكن يكون الاغلبيه في البرلمان من الحزب الاخر، ولكن له الحق في تعيين الناس كويس. الحكومه. مش مختلفه. مش دي النقطه. مش دي النقطه ان احنا في وضع كان يجب تغليب المصلحه الوطنيه فيه. انا ما بتكلمش على اللي هي التوافق المشاركه لا المغالبه. كانت شاركه المغالبه، ان مش اهل الثقه ولكن اهل الخبره. التخصص عايزه اقوم البلد على رجليها بالظبط. الامر الاخر اتفضل. نرجع بقى في الشكل كلمه الرؤيه. خلاص، هي برنامجه الانتخابي هي كانت رؤيته اللي اقدر احاسبه عليه، وانا اتفق معاك ان المفروض في ظروف العاديه ان يتم محاسبته عليه بعد 4 سنين، انما لما بتكون الدوله 4 سنين بيسموها الحساب على البسطه لو تسمع. ولكن ان اصلا حتى برنامجه اللي هو قال حاسبوني بعد 100 يوم. انا اسف مش عايز اقطعك والله. اتفضل. اسف والله. اتفضل. مين المفروض يحاسب؟ الشعب ومؤسساته المنتخبه. ممثل في ايه الشعب ده؟ ومؤسساته هل احنا نتفق انا وانت؟ هل بس اوضح، هل احنا متفقين مع بعض؟ هل احنا متفقين مع بعض ان مرسي ده كل الشعب اختاره؟ لا. بس هو اصبح يمثل الشعب. اكمل. اقصد بس مقصودي من كلامي ان في كلمه الشعب هو اللي يحاكمه. لا هو اكيد لوجيك ان اي حد ضده. في حاجه اسمها صحافه وفي حاجه اسمها مؤسسات. كل ده غير الصحافه وكل المؤسسات اللي انت بتقول عليها دي على عيني وراسي من فوق، ولكن انا بتكلم دستوريا. البرلمان مين المفترض يحاسبه؟ لا نتكلم سياسه بقى بعد اذنك. اتفضل. انت عايز تتكلم عن المحاسبه سياسة. في مستويات للمحاسبه. جميل. في محاسبه شعبيه اللي بيسموها الراي العام في كل حته. ده جميل واحنا مختلفين فيه. واحنا مختلفين فيه. القضائيه عندما يخطئ. جميل. ولازم يجب ان يكون احنا لما لومنا على الدكتور مرسي ان هو في الاعلان الدستوري قلنا له ما كنت طلعت قانون استقلال القضاء وريحتنا. جميل. ثالث حاجه اسمها الرقابه الصحافه. لا، الصحافه هي السلطه الرابعه. انا متفق. طب انت ما قلتش السلطه الثانيه. وعندك البرلمان. جميل جدا. ده لايه؟ البرلمان حقوقه انه يراجع برنامج الحكومه اللي حتى هذه اللحظه بيتكبروا على الشورى، عشان الشورى ما هياش جهه رقابيه